طيب احنا بقى عايزين نحل اي مساله. انا دلوقتي مثلا حاجه اقول لك انا عندي جسم بشكل معين، يعني خلينا كده ايه كأن احنا دلوقتي بنتخيل ان في مساله قدامنا، بحيث بس ان ايه ان احنا نشوف احنا هنعمل ايه في الخطوات بتاعه المساله بتاعتنا. هي الدلتا بتاعتنا اللي هي الزاويه بتاعه دلتا بالمنظر ده، ودي دلتا برضو، وعندك الاير فلو ماشي في الاتجاه دوت عادي. فهو قال ان هو كون اوبليك شوك ويف بالمنظر ده، وهو عايز يحسب مثلا الماخ نمبر افتر الشوك ويف، يعني عايز يحسب الام واي. ده كده بالنسبه لنا هنفترض ان ده المطلوب بتاعي. هو بيديك في المساله ايه؟ هيديك الزاويه دلتا وهيديك الام اكس، دايما كده، دايما يعتبر بنسبه 90% هيديك معظم المسائل كده. يبقى هو انت يعتبر معاك 2 داتا جيفن كده، 2 داتا عشان تجيب حاجه ثالثه وهي السيتا. طيب انت بتجيب السيتا ازاي؟ اللي هي الزاويه بتاعتك اللي هي بتاعت السيتا دي، احنا قلنا الزاويه سيتا اللي هي بين الاير فلو نفسه والايه والشوك ويف، اللي هي يعتبر الزاويه دي بالنسبه لنا. فالسيتا ديت نفسها انت بتجيبها ازاي؟ بتخش على الشارتس اللي احنا هنخش عليها دلوقتي. الشارت دي زي ما احنا قلنا احنا عندنا ام اكس بتمثل الكيرفات بالمنظر دوت اللي هو الكيرفز دي، وهتلاقي الارقام اللي مكتوبه عليها دي الارقام اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت ماخ نمبر. يعني مثلا هيقول لك انا عندي ماخ نمبر ب3، فانت هتيجي على ايه؟ على الكيرف اللي هو بتاع 3 ده، بقى معاك ماخ نمبر ب3. وهيجي يقول لك برده ان انا معايا دلتا او معايا ديفليكشن انجل مثلا ب10 درجات بزاويه صغيره، زي مثلا انها ب10 درجات. فانت هتبدا انها تتكونها عند 10 درجات، هتقاطع بقى، هتطلع بشكل عمودي كده مثلا. يعني مثلا هنا كده، خلينا هنا، لو هي مثلا ب8 هتطلع بشكل عمودي بالمنظر ده كده، تمام. وتشوف الايه الاكسس بتاع اللي هو ال3، وتقوم ماشي كده معاه بشكل تقريبي كده بصبعك كده لحد ما تقطعه فين في النقطه دي، وتقوم ماشي وتشوف الزاويه الصغيره بتاعتك اللي هي يعتبر سيتا. فسيتا هنا تقريبا ممكن نقول ان هي 25 او 26 درجه. فانت كده طلعت مين؟ طلعت الشوك انجل. يبقى دي يعتبر اول ستيب في المساله، ان هو بيديك ام اكس، بيديك الديفليكشن انجل، وتطلع منها الشوك انجل. يبقى انا كده يعتبر خلاص فروم تشارتس انا طلعت مين؟ طلعت السيتا بمعلوميه ايه؟ بمعلوميه الام اكس والدلتا. ده كده المفروض هي اول ستيبس ديت. لو قلنا حبينا ان احنا نتكلم كده ان ديت البروسيديور او الخطوات اللي انت هتمشي عليها في اوبليك شوك ويف، الخطوات اللي انت هتمشي عليها عشان تحل الاوبليك شوك ويف. فانت اول خطوه انت من الشارتس جبت السيتا. طيب بعد كده شفتوا انتوا الكومبوننتس اللي احنا كنا قاعدين نتكلم عليها، وان احنا قلنا خلاص يبقى السرعه بتاعت التانجنت بتساوي في الاكس بتساوي السرعه بتاعت التانجنت في الواي، وقلنا كمان ان السرعه بتاعت النورمال بقى اللي هي بتاعت الواي بتكون صغيره، والسرعه بتاعت الاكس النورمال بتكون كبيره، تمام. فاحنا لو جينا ان احنا حبينا ان احنا نعمل المثلث اللي احنا كنا بنعمله من شويه، فانا هفترض ان انا عندي الهواء ماشي كده ليه مركبه معينه اسمها في اكس، والفي اكس ديت المفروض انا هاخد بقى شكل عمودي كده على الشوك ويف بتاعتي بالمنظر ده. وهيبقى بالنسبه لنا الخط دوت بالنسبه لي كده هو الايه؟ هو التانجنت بتاعي. وهفترض كده ان ديت بالنسبه لنا هي الزاويه ايه؟ 90 درجه. فانا كده عندي ان الاير فلو في الاصل كان ماشي ازاي؟ بفي اكس، والفي اكس ديت انا قسمتها لجزئين، اللي هو في اكس نورمال وقسمتها للفي اكس تانجنت. وهاجي برضو بعد كده اللي هو الجزء اللي ورا الشوك ويف، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى انا عندي برضو ان السرعه بتاعتي هتمشي ازاي؟ هتمشي بشكل موازي لمين؟ للويدج دوت زي ما قلنا. فانا هتبقى بالنسبه لنا هتطلع مثلا بالمنظر ده اللي هي الفي واي، زي مثلا الفي واي بتاعتي بالمنظر ده كده. دي كده الفي واي. لما اجي احب ان انا اقسمها لجزء نورمال وجزء تانجنت، فهيبقى بالنسبه لي النورمال برضو عمودي بالمنظر ده كده، والجزء التانجنت هيبقى بالنسبه لنا بالمنظر ده كده. وتقريبا زي ما احنا قلنا كده ايه؟ الجزء التانجنت اهوت ايه؟ يعتبر بيساوي الجزء التانجنت قبل وبعد. فده كده الفي واي. قسمت الفي واي دي لجزء في واي نورمال وقسمتها الفي واي تانجنت، وعندي هنا ان الفي واي تانجنت بتساوي الفي اكس تانجنت. لو جينا ان احنا هنحط المثلثين دول كده مع بعض، يعني لو حبينا ان احنا نرسم كده المثلثين دول مع بعض كده في رسمه واحده عشان نسهل عليكم الموضوع قوي، هفترض كده ان انا عندي المثلث الكبير اللي هو بتاع الفي اكس دوت، انا هرسمه بشكل اكبر شويه بالمنظر ده كده. يعني هنفترض ان هو كده بالنسبه لنا ده كده المفروض اللي هو الايه؟ الفي اكس، ودي كده الفي اكس تانجنت، ودي كده بالنسبه لنا الفي اكس نورمال. والزاويه هنا طبعا ايه؟ عموديه زي ما احنا عارفين. لو حبينا ان احنا بقى نرسم على نفس المثلث ده
الفي واي تانجنت والفي واي نورمال والفي واي. مش انت كده كده اصلا اوريدي انت معاك ان الفي واي اكس تانجنت بتساوي الفي واي نورمال، الفي واي تانجنت اسف. فانت عندك نفس الخط ده بالظبط، هما الاثنين كده ايه، هما الاثنين واحد. يعني هعتبر كده ان هما ايه، كأن دوت مرسوم جنبه كده بالاسود كده بس عشان يبقى باين ان الاثنين واحد بالنسبه لك. هتعمل ايه؟ هنرسم تقريبا كده بشكل تقريبي الفي واي نورمال. المفروض ان هي هتبقى في نفس الاكسس، نفس الاتجاه بتاع مين، بتاع الفي اكس نورمال. المفروض انت عندك ان الفي اكس نورمال نفس الاتجاه بتاعها بالظبط هو مين، الفي واي نورمال، لان الاثنين عموديين على نفس الشوك ويف. فانا هفترض ان انا هرسم خط كده صغير بيعبر عن الفي واي نورمال بالمنظر ده كده. فاكيد التقاطع بتاعهم هما الاثنين هيمثل مين، هيمثل الفي واي. يبقى انا كده عندي الجزء ده بيمثل الفي واي تانجنت عادي، والجزء النورمال ده بيمثل الفي واي نورمال، تمام، والاثنين عموديين على بعض، والتقاطع بتاعهم هما الاثنين بيمثل مين، بيمثل الفي واي. احنا ليه رسمنا بقى الجزء ده زي ما كان زميلكم كده بيتكلم؟ انت عندك ايه، عندك يعتبر ان الفي اكس تانجنت دي موازيه لمين، للشوك ويف، وعندك الفي اكس هي يعتبر هي موازيه للاير فلو نفسه. فالزاويه هنا اللي هي السيتا هي بالظبط نفس الزاويه ايه، سيتا دي. فانا كده عندي الزاويه دي بالنسبه لنا هي سيتا. يعني خلينا كده نكتبها كده ايه بره كده، الزاويه دي كلها عباره عن سيتا. لو جينا بصينا بقى على الجزء الثاني، انت عندك ايه، عندك هنا في الفي واي هنا، بص على الفي واي عشان تبقى اسهل بالنسبه لك. عندك هنا اتجاه اللي هو الفي واي، هو انا عندي الاير فلو بتاعي ماشي مكمل بالمنظر ده نفس اتجاه الاير فلو اهو. فالزاويه دي بالنسبه لك هي مين، هي الدلتا. فانت عندك كده الزاويه الصغيره دي بتمثل ايه، بتمثل الدلتا. يبقى انت كده يعتبر كونت مثلث فيه الزاويه اللي هي بتاعه الدلتا والزاويه الثانيه اللي هي بتاعه مين، بتاعه السيتا. طيب ليه بقى احنا عملنا الكلام دوت؟ بس عشان نجيب بس حبه علاقات. ايه هي العلاقات اللي احنا هنشتغل بيها بالنسبه لنا في الجزء ده؟ خلينا نبص على الفي اكس ان كده. احنا عرفنا خلاص ان الزاويه دي بالنسبه لنا هي السيتا. الفي اكس ان ديت لو حبيت ان انا احسبها بدلاله الفي اكس وبدلاله السيتا هتبقى ايه، هتبقى عباره عن الفي اكس في ساين سيتا. طيب انت لو جيت حبيت تحسب ماخ نمبر اللي هو ام اكس وام اكس ان، كان انت عملت ايه، قسمت على ايه في الايه، في الطرفين، فما حصلش اي اختلاف. فالام اكس بالنسبه لك هتبقى الام اكس ان بتساوي الام اكس ساين سيتا. وده كده المفروض هي اول علاقه بالنسبه لك لازم تكون ايه، عارفها. طب هنيجي نبص برضو على نفس المثلث الصغير بقى اللي هو بالاسود ده. لو انا عايز احسب الفي واي ان، الفي واي ان المفروض انا عندي زاويه هنا، والزاويه دي بتعبر عن مين، بتعبر عن الفرق بين السيتا ماينس الدلتا، يعني الزاويه اللي هي الشوك انجل ماينس الدلتا. فهتبقى برضو الفي واي ان عباره عن الفي واي مضروبه في ساين، بس المره دي الزاويه بتاعتي عباره عن سيتا ماينس الدلتا. فانا لو حبيت ان انا اجيب الام واي نورمال هتبقى عباره عن الام واي مضروبه في ساين سيتا ماينس الدلتا. دي الفكره ان احنا عايزين ايه، كل اللي احنا عملناه ده او المثلث اللي احنا عملناه دوت عشان بس نطلع بالتو ريليشنز دول. المفروض ان التو ريليشنز دولت المفروض ان الدكتور شرحهم معاكم برضه في المحاضره بالتفصيل. انت المفروض كان مطلوب منك ايه، كان مطلوب منك في المساله ان انت تحسب الام واي. طيب انا دلوقتي اول ستيب احنا عملناها ان انا حسبت مين، السيتا. تاني ستيب هتعملها ان انت هتاخد الريليشن اللي احنا عملناها فوق دي اللي هي بتاعه الام اكس نورمال، هتقول له انا هحسب الام اكس نورمال عباره عن ام اكس اللي هو مديها لك في المساله اصلا في ساين سيتا اللي انت طلعتها منين، من الشارتس. فانت كده طلعت مين، طلعت الام اكس نورمال. طب بعد ما طلعت الام اكس نورمال، الام اكس نورمال دي بينطبق عليها كل حاجه خاصه بالنورمال شوك ويف عادي. يعني انت ممكن تقدر ان انت تخش النورمال شوك ويف تيبلز اللي انت كنت بتخش بيها قبل كده، تخش بيها وتجيب منها الام واي نورمال من الايه، من التيبل بتاعنا. طبعا عارفين التيبل بتاع اللي هو الجزء بتاع الشوك ويف. انت هتخش بالام اكس تقدر تطلع الام واي، تقدر تطلع البي واي على البي اكس، التي واي على التي اكس. فهو برده ممكن في بعض المسائل هيديك البي واي هيديك التي اكس، تقوم مطلع برده التي واي والايه والبي واي. فانا هنا يعتبر طلعت مين، انا كان معايا الام اكس نورمال فهطلع الام واي نورمال نفس الفكره. فانا يبقى انا كده تالت ستيب بالنسبه لي ان انا from normal shock wave tables عند الام اكس ان اللي انت طلعتها هتقدر ان انت تطلع الام واي نورمال. بعد ما طلعنا الام واي نورمال هتقوم ان انت بالنسبه لك معوض، رابع خطوه بقى هتعوض في الريليشن الثانيه اللي احنا عملناها دي او استنتجناها دي، ان الام واي نورمال عباره عن الام واي في ساين سيتا
ناقص الدلتا. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تكتب على طول ان الام واي اللي انت عايز تحسبها عباره عن الام واي نورمال مقسومه على ساين سيتا ماينس الدلتا. ده كده لو افترضت ان انا عندي مساله وطالب فيها الام واي. طيب افرض المساله دي كان حابب ان هو يزود فيها شويه وطلب فيها الام واي وطلب فيها كمان البي واي وطلب فيها التي واي، يعني طلب فيها كمان الاثنين دول. طيب هتبص على ستيب رقم 3 كده. انت في ستيب رقم 3 المفروض ان هو هيديك في الداتا بتاعتك، هيبقى بالنسبه لك عشان يطلب منك البي واي والتي واي هيبقى بالنسبه لك جيفن معاهم التي اكس وكمان البي اكس، ده لازم يكون معاك جيفن. فانت من الخطوه بتاعه التيبلز دي لما تخش بالام اكس نورمال هتجيب الريليشن بتاعه البي واي على البي اكس وهتجيب كمان التي واي على التي اكس. من هنا انت معاك التي اكس ومعاك البي اكس، هتطلع البي واي وهتطلع التي واي. طب حد هيجي يقول لي مثلا طب انا عندي اصلا دي الكومبوننت بتاعت النورمال بس، فازاي هتعبر عن درجه الحراره كلها اللي موجوده عندي وانا عندي جزء تانجنت وجزء ايه وجزء يعتبر نورمال؟ احنا لو تفتكر كده في الاثبات اللي انا قلته لك في الاول ان انا قلت لك نو مومنتم، مفيش مومنتم عندي في الجزء اللي هو بتاع مفيش مومنتم عندي في الجزء اللي هو التانجنت اكسس، فالمعادله بالنسبه لي هتبقى مفيش فورسز. فهنا بالنسبه لك ايه؟ كأن البي واي بالنسبه لك هي بالظبط البي اكس في الايه في التانجنت، الاثنين بيلاشوا بعض فمفيش ليهم تاثير، مفيش يعتبر دلتا بي متكونه في الجزء التانجنت، فبالتالي الدلتا بي اللي متكونه في النورمال هي يعتبر الدلتا بي اللي متكونه للكومبوننت كله بتاعت مين؟ بتاعت الاير فلو كله. طيب نفس الفكره برضو لما احنا قلنا ان انت عندك الفلو قبل الشوك ويف وبعد الشوك ويف هو ايزنتروبيك، فبالتالي مفيش اي هيت لوس، فبالتالي انت عندك التي نوت اكس هي بالظبط التي نوت واي. وانت المفروض كان عندك ان التي نوت اكس ديت المفروض كان في معادله كده بتقول لك ان انت عندك الاتش اكس بلس الفي اكس سكوير على الاثنين هي بالظبط الاتش واي بلس الفي واي سكوير على الاثنين. فانت دلوقتي لما يكون عندك الفي واي تانجنت، لو افترضت ان دي التانجنت ودي التانجنت، لما يكونوا الاثنين متساويين فانا كده حسنت جه ان الاتش واي والاكس واي والاتش واي ان الاكس اتش اكس والاتش واي هما الاثنين كمان ايه متساويين، فبالتالي التي اكس والتي واي متساويين برضو في الجزء الايه التانجنت. فاي برضو دلتا تي هتتكون في الجزء النورمال هي بتعبر عن التغير الكلي للكومبوننت اللي موجوده عندي كلها. عشان كده انت دايما في المساله لما بتيجي تحسب التي اكس التي واي والبي واي انت على طول بتخش على التيبل من النورمال كومبوننت اللي موجوده عندك وبتقول له دي التي واي اللي بتعبر بعد الشوك ويف كلها، والبي واي برضو نفس الفكره بعد الشوك ويف كلها. فاي مساله في الاوبليك شوك ويف هي مساله بسيطه معتمده على حبه ستيبس اللي هو يعتبر اربع خطوات اهو. في الاربع خطوات دلوقتي انت بتجيب الام واي وبتجيب البي واي وبتجيب التي واي. يعني ممكن نكمل كده في الخطوه الرابعه ان البي واي بقى بالنسبه لي هتبقى هي بالنسبه لي الريليشن اللي انت طلعتها برقم دي تمام مضروبه في البي اكس اللي هو هيديها لك في المساله، وان التي واي بالنسبه لك هي عباره عن الريليشن برضو اللي انت طلعتها مضروبه برضو في الايه في التي اكس اللي هو هيديها لك في المساله. في حد عنده سؤال كده يا شباب؟ احنا كده خلصنا الجزء الشرح كله بتاع اللي هو الاوبليك شوك ويف. طيب نخش على المسائل بقى. بيقول لك في اول مساله ان هو عندنا اير از فلوينج اوفر ا فلات وول ومدينا الماخ نمبر وبريشر وتمبريتشر اللي موجوده بتاعت الاير ستريم عباره عن 3، المفروض دي تبقى كوما، يعني الماخ نمبر بتاعي ب3 50 كيلو باسكال دي هي البي اكس وسالب 20 سيليزيوس اللي هي التي واي، وانت عارف طبعا انت هتحولها لكلفن فهتبقى 243 كلفن. بيقول لك if the wall turns through an angle 4 degree، فهو الفلو بتاعي بدأ ان هو ينحرف بزاويه عباره عن 4 درجات، فدي بالنسبه لي بتعبر عن مين؟ بتعبر عن الديفليكشن انجل. وقال لي ان هي ايه leading to the formation of an oblique shock wave، كونت بالنسبه لي oblique shock wave، وعايز يحسب الماخ نمبر والبريشر والتمبريتشر behind الشوك ويف، يعني عايز يجيب الام واي وعايز يجيب البي واي وعايز يجيب التي واي. نفس الستبس اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه هنطبقها دلوقتي بالارقام هنا. فانت بالنسبه لك اول حاجه ان انت هتخش على الشارتس جيفن دي تي اكس ابستري مش فوق. تمام. طيب هنخش على الشارتس عند بدلاله الام اكس والدلتا اللي هي 4 درجات هنجيب منها السيتا. فخلينا كده نجيب الشارتس كده ونحط كده عشان لو احنا حبينا ان احنا احنا خلاص عرفنا ان احنا دايما هناخد الويك سوليوشن اللي هو بيديني ويك شوك ويف، ده اللي احنا قلناه دايما. طيب لو جينا بصينا كده على هنا الرسمه دي
انا عندي الدلتا بكام؟ ب4 درجات. فانت هتعمل ايه؟ هنطلع كده، هنفترض ان انا هطلع بخط كده عند ال4 درجات بالمنظر ده كده، خط عمودي، وابدا ان انا اشوف بقى هو هيتقطع مع الام اكس اللي هي المفروض ب3. انت هو مديك المفروض الام اكس بالنسبه لنا ب3، فانت هتيجي عند ال3 اللي هو بالنسبه لنا ده، هتفضل ماشي كده بعينيك كده على الخط هنا، هتلاقي ان هو هيتقطع فين؟ هيتقطع في النقطه دي. هتبدا ان انت تشد خط برضه، تبص على السيتا، هتلاقي ان السيتا بالنسبه لك بكام؟ 21 ب 24 درجه. فيبقى احنا كده طلعنا من الشرط ان السيتا بتاعتنا بكام؟ ب 24 درجه. ده كده اللي هو الايه؟ الويك سوليوشن بالنسبه لنا. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب الام اكس ان اللي هو النورمال كومبوننت بتاعت الام اكس، هتبقى عباره عن الام اكس في ساين سيتا زي ما احنا عرفنا، وهتبدا ان انت تعوض عن الام اكس ب3 والساين سيتا هتعوض عنها ب 24، تطلع معاك قيمه الام اكس نورمال. طيب طلعت معانا الام اكس نورمال بواحد و15 من 100 تقريبا، تمام؟ يعني ممكن واحد يطلعها بواحد و14، واحد و16، على حسب بقى انت هتطلعها بكام. فانت بقى تالت خطوه هتخش على النورمال شوك ويف تيبلز، عند ايه؟ عند الام اكس نورمال بكام؟ بواحد و15 من 100. هنبدا ان احنا نشوف التيبلز بتاعتنا كده عند 1.15 من 100 اللي هي بالنسبه لنا بين الاثنين دول كده. فانت هتجيب اللي هو ايه؟ المتوسط القيمه بين الاثنين دول. ممكن نقول تقريبا ان الام واي نورمال هتطلع بكام؟ ب 87 من 100. ماشي، يعني يبقوا ظبطوها انتوا بقى، شوفوا القيمه بتاعتها بكام بالظبط. وهيطلع معانا التي واي على التي اكس برقم، والبي واي على البي اكس هيطلع معانا برقم، اللي هو التي واي البي اكس على البي واي هيطلع معانا ممكن نقول بواحد و37 من 100 تقريبا، وهنا ممكن نقول هنا بواحد واحد من 10. يبقى ده بواحد واحد من 10، ده بواحد و37 من 100 تقريبا. طيب احنا كده طلعنا ايه؟ طلعنا كل الداتا بتاعتنا دي. هنرجع بقى تاني، اخر خطوه بالنسبه لك ان انت هتقول له خلاص يبقى الام واي عباره عن الام واي نورمال مقسومه على ساين اللي هي سيتا ماينس الدلتا، يعني يعتبر 87 من 100 على ساين 24 ماينس 4 اللي هي يعتبر ساين 20. هتلاقيها تطلع معاك تقريبا ب 2.7 من 10 او 2.75 من 100 تقريبا. فكده ده ايه؟ ده دليل اهوت ان انت مش شرط ان انت بالنسبه لك الويك سوليوشن دايما هيطلع معاك ايه؟ هيطلع معاك الام واي في الغالب بسوبر سونيك. طيب هتجيب بعد كده بقى البي واي، هتقول له ان هي عباره عن الريليشن دي اللي هي 1.37 مضروبه في البي اكس اللي هو مديها لك في المساله ب 50 كيلو باسكال، تقوم مطلع القيمه بتاعتك. نفس الفكره هنا التي واي هتقول ان هي عباره عن 1.1 من 10 مضروبه في 243 كلفن، وتطلع معاك الايه؟ الدرجه بالكلفن بالنسبه لنا. دي كده يعتبر اول مساله واكتر مساله بالنسبه لك مباشر، مفيش فيها اي مشكله. حد عنده سؤال فيها؟ مش مهندس، هو احنا اشتغلنا هنا على فرضية اللي هي ويك. طب ممكن تبقى الفرضية دي غلط وتطلع سترونج؟ بص كده هندسه في المساله حلو. بص كده معظم بكل المسائل بيقول لك ايه؟ كده انا عندي يعتبر هواء واكسترنال، تمام؟ ادام هواء واكسترنال يبقى كده الضغط بتاع الهواء كام؟ ضغط اتموسفير تقريبا. يبقى كده الباك بريشر بتاعتك صغيره ولا كبيره؟ صغيره، تمام؟ فانت هتلاقي كل المسائل كده، هتلاقي دايما بيقول لك اير فلو، هتلاقي برضو هنا برضو بيقول لك مثلا ويدج موجوده برضو، والاير فلو بتاعي برضو ايه؟ بره اكسترنال. مش مفيش مساله فيهم هتلاقي ان هو بيقول لك ان الهواء بتاعي بيكون انترنال. كل المسائل كلها يعتبر الهواء اكسترنال وكله اير. فانت عارف ان البريشر اصلا بتاعتك الاتموسفيريك بتكون صغيره، فالباك بريشر صغير. فهمت كده الفرضيه ديت احنا فرضناها ليه ويك سوليوشن؟ شوف. طيب رقم 9 زيها زي رقم 10. هناخد مساله منهم هما الاثنين، ماشي؟ خلينا في 10، تمام. طيب رقم 10 بيقول لك انا عندي سيمتريكال ويدج. طيب انا دلوقتي بالنسبه لي اول حاجه انا عندي سيمتريكال ويدج بالمنظر ده، فالزاويه بالنسبه لنا هتكون ايه؟ فوق زيها زي تحت بالظبط، مفيش فيها اي فرق. طيب قال لك ان الويدج دوت زاويته بكام؟ ب 12 درجه. الويدج كله زاويته ب 12 درجه، يعني الزاويه دي كده كلها على بعضها 12، فنصها هنا كام؟ 6 درجات. فالست درجات دي بتعبر عن مين؟ بتعبر عن الدلتا. يبقى انت كده طلعت ان اول حاجه بالنسبه لك ان الدلتا بكام؟ ب 6 درجات. بعد كده مديك ماك نمبر
ام اكس ب2.3 مديك البريشر 60 كيلو باسكال. وبعد كده ثانيه واحده عشان كده هو مش سيمتريك. مديك كده كملوا قرايه كده يا شباب، اللي هو تاني سطر بيقول لك if the center line of the wedge is at an angle of 4 degree. يعني ايه؟ يعني السنتر لاين بتاع الويدج نفسه مايل، يعني هو سيمتريكال ويدج وكل حاجه بس السنتر لاين بتاعه مايل. يعني المفروض لما نيجي نرسمه كده، لما تيجي تبدا ان انت ترسمه، ارسم اول حاجه السنتر لاين يكون تقريبا مايل كده بزاويه 4، وارسم حواليه خطين بحيث ان هم يكونوا متماثلين بالمنظر ده مثلا. يعني حاول تخلي الزاويه دي هنا متساويه مع الزاويه اللي موجوده ايه هنا تقريبا بالنظر كده. فانت كده بالنسبه لك الزاويه دي كده هي اللي 6، والزاويه دي هي اللي مين؟ هي اللي 6. ماشي. والزاويه بتاعه اللي هو السنتر لاين نفسه، اللي هو الاكسس بتاع السنتر لاين نفسه، خلينا نعملها من بعيد كده، بكام؟ ب4 درجه. طيب خلينا نكمل كده. بيقول لك ان هي طبعا بتكون ب4 درجه مع مين؟ مع الدايركشن اوف ذا فلو. فالفلو بتاعي كده يعتبر ايه؟ يعتبر هو الهوريزونتال دوت اللي هو ماشي ده كده اتجاه الاير فلو. فعشان كده انا عملت الزاويه بتاعتي 4. عايز ايه بقى؟ عايز البريشر ديفرنس بين التو سيرفيس اوف ذا ويدج، يعني عايز الدلتا بي اللي موجوده بين التو سيرفيس. فانت هتعمل ايه؟ هتفترض ان انت عندك ويدج في الاول اسمه 1 هنا فوق، ماشي، وهنا اسمه 2، او تسمي دوت ابر ودوت بالنسبه لك لور. فدوت ممكن ترمز له برمز يو، ده ممكن ترمز له برمز ال، زي ما انت عايز بقى. ظبط الرموز دي حاجتك انت دلوقتي عشان تيجي تشتغل. انت كنت دايما بتعمل اول حاجه، هنفترض دلوقتي ان انا هقول له مثلا فور ابر وول مثلا، اللي هو الوول اللي هي اللي فوق دي. فانا دلوقتي انت دلوقتي عايز تجيب مين؟ انت دلوقتي معاك الام اكس يعتبر موجوده في الاثنين ب2.3. طيب الفكره بقى في الدلتا هتبقى عباره عن ايه؟ احنا قلنا الدلتا هي عباره عن الزاويه بين الاير فلو، مظبوط، والجسم بتاع الويدج نفسه. طب ادي الويدج نفسه اهو اللي هو الوول نفسها، والاير فلو نفسه اللي هو هتكون الزاويه مع مين؟ مع الجزء اللي هو الافقي ده. طيب انت عندك هنا ايه؟ 6 وكمان مجموع عليها كام؟ 4. يبقى انت كده عندك الزاويه هنا عباره عن كام؟ 6 بلس 4 يعني بكام؟ ب10. طب خلينا كده ننزل تحت شويه ونعمل هنا مثلا نقول فور لور وول، اللي هو بقى الوول اللي تحت دي. هتيجي تبص كده، احنا قلنا برضو الزاويه بين ايه؟ بين الويدج نفسها والاير فلو اللي هي بالنسبه لنا الزاويه دي. طب هي عباره عن ايه؟ عباره عن ال6 بس مطروح منها ايه؟ ال4. فهتبقى الدلتا بالنسبه لي في الحاله دي عباره عن 6 ماينس 4، فهتطلع بالنسبه لنا بكام؟ ب2 ديجري. بس هي دي الفكره في المساله. هتيجي تشتغل عند دلتا مره ب10 ودلتا مره ب2 عند نفس الام اكس ب2.3. فخلينا كده ايه نحط الشارت بتاعتنا كده. هنفترض كده ان الشارت بتاعتنا، وهنعمل خط بقى المره دي على طول مره واحده عند الزاويه 10 وعند زاويه 2. فانت بالنسبه لك انا نسيت بس اقول على حاجه صغيره كده. انت عندك كل مربع في السيتا يا شباب بيساوي درجه واحده، تمام؟ فكل مربع هنا بيساوي درجه، يعني دي درجه دي درجتين في مين؟ في السيتا. وكل مربع في الدلتا بيقابله ايه؟ بيقابله نص درجه. ماشي. اقعدوا كده اقعدوا كده في البيت وانتوا هتلاقوها يعني. فانت كده بالنسبه لك المربعين يبقى درجه، مربعين كمان يبقى ايه؟ يبقى درجتين. فانت هتيجي بعد الاربع مربعات دول تعمل خط بيمثل مين؟ بيمثل الدرجتين، وتقوم طالع بخط كده عمودي. طب عند ال10 هتلاقي برضو بعد ال8 باربع مربعات بقى، احنا قلنا كل مربع بيمثل نص درجه، فهيبقى ايه؟ هنطلع بالنسبه لنا ممكن نقول هنا كده يعني ايه، هي المفروض طلعت متشفته معايا شويه بس، فهي المفروض الايه؟ الخط اللي قبلها، فاحنا هنعتبر ان هو الخط اللي قبلها بس. طب عند 2.3، بص كده انت عندك هنا 2.2، وعندك هنا 2.4. فانت ايه؟ اشتغل على 2.2. يعني انا دلوقتي هفترض ان انا دلوقتي هشتغل على 2.2. امشي كده مع 2.2، هنمشي هنلاقي ان هي بتتقطع هنا، اللي هي المفروض في الايه؟ في النقطه دي، المفروض اللي هو في النقطه دي. هتيجي تعمل ايه بقى؟ هتبص تحتها هتلاقي المفروض دوت الايه؟ ال 2.4. هات نصها تقريبا، اللي هي بالنسبه لك هتبقى فين؟ هتبقى الزاويه دي كده. فانت هتقوم واخد خط بيمثل الزاويه دي، والخط ده هيمثل لك الزاويه بتاعتها. هنطلع بقى كل مربع بدرجه، ممكن تبقى 35.5، 35.4، على حسب بقى ايه انت ودقتك بقى في الموضوع دوت. فانا طلعتها مثلا 35.5، دي كده اللي هي الزاويه لما تكون الدلتا بكام؟ ب10 درجات. فاحنا كده طلعنا ان السيتا بتاعتنا اللي هي الابر او سيتا 1 بكام؟ ب35 مثلا ونص. هنيجي بقى بعد كده عند دلتا ب2 مع ال 2.2 برضو،
ونقوم ايه عاملين برضو نفس الفكر. هتلاقي ان هي هنا مع الاتنين، وهتجيب برضو المسافة دي هتنصف الاتنين دول مع بعض، هتلاقي ان هي تقريبا ممكن تبقى هنا كده، يعني ايه تحت النص بحاجات بسيطة، ممكن تعتبرها 2.3 من 10، 2.4 من 10، 2.2 من 10 كده. فديت بالنسبة لنا كده كام؟ 27.2 من 10 تقريبا او 3 من 10. فانت كده طلعت هنا ان السيتا بتاعتك اللور عبارة عن 27.3 من 10. انا برضو ثواني كده اقول لكم برضو انا طلعتها بكام برضو عندي في الحل، عشان وانت بتيجي تحل على الشرط طبعا هنا هيكون السكيل كبير شويه او الورق اوضح معاك شويه. هي طلعت معايا هنا ب 34. هتلاقي بس في فرق، بس ايه درجه غلط احنا عديناها ولا حاجه، هتلاقي في فرق درجه غلط احنا عديناها ولا حاجه، بدل 35 دي المفروض 34 ونص. وهتلاقوا ان الزاويه الثانيه طلع معانا ب 27.3 من 10 مظبوط زي ما احنا عملناها كده. طيب هتعمل ايه بعد كده؟ هتكمل الحل عادي خالص بقى، هتفضل تحل لحد ما تجيب الام اكس نورمال اللي هو الام اكس في ساين سيتا تطلع معاك بالرقم. هتخش التيبل بالام اكس نورمال، المفروض ان هي طلعت معانا ب 1.3 من 10. فانت هتخش التيبل على 1.3 من 10. هو عايز دلوقتي بريشر ديفرنس، فانت مش لازم تجيب بقى الام واي، انت هتخش على طول على الايه، على البي واي على البي اكس على طول. عند كام؟ عند 1.3 من 10. فهتيجي عند 1.3 من 10 كده هتلاقي ان القيمه بتاعتك بكام؟ ب 1.805. فانت كده بالنسبه لك ان البي واي على البي اكس عباره عن 1.805. تمام. وهو مديك ايه؟ مديك البي اكس اصلا في المساله ب 60 كيلو باسكال. فانت هتجيب من هنا البي واي دي كده، البي واي اللي هو البريشر في الابر هيطلع معاك ب 1.805 مضروب في مين؟ في 60. طيب هتيجي بعد كده نفس الفكره هنا، هتجيب الام اكس ان اللي هو عباره عن الام اكس في ساين سيتا اللور اللي انت حسبتها اللي هي ب 27.3 من 10، هتطلع معاك ب1.5% تقريبا. فلو حد برضو طلعها 1.4%، 1.6% مش هتفرق كتير، اللي هو بين الاثنين دول كده. فاللي هي تقريبا بكام؟ ب95%، اللي هو تقريبا من هنا قصدي هتبقى تقريبا بواحد، ممكن نقول 1.1 من 10 دلوقتي عشان بس ايه نكتب بس. هتبقى كده البي واي على البي اكس عباره عن 1.1 من 10. فكده البي واي اللي هي بقى بالنسبه لنا اللور هتبقى عباره عن 1.1 من 10 مضروبه في البي اكس نفسها اللي هو مدالك ب 60. بس خلاص انت كده خلصت المساله. هتجيب الدلتا بي عباره عن البي واي اللي هو بالنسبه لنا هتبقى الابر ماينس البي واي اللور، تطلع معاك الدلتا بي. فيها مشكله كده؟ طيب رقم 11 لو جينا قريناها كده، خلينا نقراها كده مع بعض ولو فيها حاجه جديده هنحلها. مدينا ماك نمبر ب 3.5 ده الام اكس، مديك البريشر ب 100 كيلو باسكال ده البي اكس، وقايل لك ان الوول تيرنز ثرو ان انجل ليدنج ذا جنريشن اوف ان اوبليك شوك ويف whose strength as such that the pressure downstream of the corner 548. يعني هنا يعتبر هنا مديك الايه؟ البي واي، يعني كده يعتبر مديك المساله بالعكس. خلينا كده نحلها سريعا، المساله هتبقى بسيطه برضه. هنا في المساله ديت مديك ايه؟ مديك ام اكس كده، ومدينا البي اكس، وهنا برضه مدينا الايه؟ البي واي. عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب التيرنينج انجل بتاعه اللي هو الكورنر اللي موجود عندي اللي هو الدلتا نفسها. فانت هتشتغل ازاي؟ انت معاك دلوقتي تو داتا تقدر تخش بيهم النورمال شوك ويف اللي هو البي واي على البي اكس. فانت هتقوم عامل الريليشن بتاعتك اللي هي البي واي على البي اكس، هتطلع معاك 548 على 100، يعني كام؟ يعني 5.48%. فانت هتخش مين؟ هتخش النورمال شوك ويف تيبلز عند القيمه دي، فهتبدا ان انت تجيب عندها قيمه ايه؟ هتجيب عندها قيمه الام اكس نورمال بالنسبه لك. فاحنا هنخش التيبل عند قيمه البي واي على البي اكس ب5 وشويه اللي هي 5.48%، بتنظرها قيمه ايه؟ ام اكس نورمال ب 2.2 من 10. يبقى انت كده طلعت الام اكس نورمال ب 2.2 من 10. من هنا هتطلع مين؟ هتطلع الام اكس اللي هي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الام اكس نورمال على ساين سيتا. طب انت اصلا هتطلع مننا ايه؟ هتطلع الساين سيتا. هنجيب كده ساين سيتا لوحدها تساوي ام اكس نورمال على ام اكس اللي هو 2.2 من 10 على الام اكس اللي هو مدالك في المساله بكام؟ ب 3.5. هيطلع معاك رقم، الرقم ده هتجيب السيتا بقى اللي هو عباره عن ساين ماينس 1 الرقم اللي انت طلعته ده. خلينا نشوف كده السيتا هتطلع معانا بكام. تطلع السيتا معانا تقريبا ب 38.94% درجه. يعني انت وانت بتخش كده هتخش على كام؟ على 39 درجه تقريبا عشان تخش بيها الشارتس. طيب هتيجي بقى في اخر خطوه خالص تقول لي يبقى انا دلوقتي فروم تشارتس عند الام اكس وعند قيمه السيتا ب 39 درجه والام اكس بكام؟ ب 3.5.
هجيب قيمه مين؟ الدلتا اللي هو عايزها. فاحنا هنخش الشارتس كده. دلوقتي انا عندي ايه المره دي؟ انا عندي قيمه الثيتا ب 39 درجه تقريبا، فانا هاجي عند 39 درجه اللي هي هنا كده، وهقوم شادد خط افقي، وهبدا ان انا اشوف القيمه بتاعه الماك نمبر ب 3.5. فانا عندي هنا 3.4 اهو، في 3.6، فانا برضو هفضل ماشي كده لحد ما قطعت هنا كام؟ ال 3.4. فهتلاقي ان 3.5 تقريبا عند مين؟ عند النقطه دي. هتلاقي اللي هي طلعت هنا، واحنا قلنا ان كل مربع عباره عن نص درجه، فهي قبل ال 24، فهتطلع ب 23.5 درجه. يبقى انا كده طلعت الدلتا تطلع معانا ب 23.5. ده كده المفروض الحل بتاعنا.